في فيديو 5 في السريع النهارده انا جاي اتكلم معاك عن الواوي فري بادز اس اي 3، السماعه اللي سعرها وقت تصوير الفيديو ده 2500 جنيه. عايزين نعمل لها النهارده انبوكسنج في 5 دقايق بس، نتعرف على مميزاتها وعيوبها ونشوف في اخر الفيديو هل تشتريها ولا لا. كالعاده معاكم محمد ابو اليزيد، قناه ريفيوتك، ويلا ندخل في تفاصيل الفيديو. تعالوا نعمل انبوكسنج للواوي فري بادز اس اي 3، واللي طبعا شكلها شكل الجيل اللي فات وكنا عاملينها في الفيديو اللي عندكم في الاي اللي فوق. ومن ضمن المميزات الحلوه اللي مكتوبه على السماعه دي انها بتقعد اكتر من 42 ساعه طبعا بالكيس بتاعتها. نفتح من تحت كده وهنلاقي اول حاجه بتقابلنا في وش العلبه وهي السماعه نفسها. مفيش حاجه تاني جوه البوكس غير كارت الضمان والورق اللي ما بيتقريش طبعا. نيجي بقى للسماعه نفسها واللي الديزاين بتاعها شكله حلو جدا بصراحه، ودي من نقاط القوه بتاعتها ان التلتين اللي تحت لو لاحظتوا كده هتلاحظوا ان شكلهم شبه الجلد شويه، بس هم التكستشر او اللمسه بتاعتهم عامله زي البلاستيك طبعا لانه مصنوعين من البلاستيك. من تحت عندك التايب سي والزرار بتاع الريست، ومن الوش طبعا في ال اي دي. والكيس دي يا جماعه من فوق الربع اللي فوق كده جلوسي، بس هو بيبصم بطريقه ضيقه جدا طبعا. نفتح كده هنلاقي السماعات جوه جايه باللون المات الاسود المات، شكلها حلو جدا بصراحه. والسماعه جايه هنا بديزاين الاوبن فيت اللي مش بيبقى فيها جلد او اير تيبس بتلزق جوه الودن. الكيس مصنوع كويس جدا والسماعات مش بتقع منها خالص طبعا لان الماجنتيك بتاعها قوي جدا. لو جينا بقى ناخد نظره سريعه على السماعتين فهم شكلهم حلو جدا، وطبعا وزنهم خفيف، وعشان هم بالديزاين بتاع الاوبن فيت فهم جوه الودن شكلهم حلو جدا ومريحين قوي وخفاف. ولو بصينا على النص بتاع السماعه من ورا كده هنلاقي ان هو لونه جلوسي برضو نفس اللون بتاع السماعه من بره، وطبعا السماعات بتتحكم فيها عن طريق التاتش. بعد ما شفنا الانبوكسنج خلينا اكلمك بسرعه على مميزات وعيوب السماعه ديت وتشتريها ولا لا. مبدئيا من حيث المميزات فهي وزنها خفيف جدا، البطاريه بتاعتها كويسه، والديزاين بتاع الكيس من بره شكله حلو قوي. السماعه في الودن مريحه وما بتحسش حرفيا انك لابس حاجه في ودنك. ده كان بالنسبه للمميزات. بالنسبه بقى للعيوب خلينا ابدا لك من اخر نقطه وقفنا عندها، وهي انك ما بتحسش انك لابس حاجه في ودنك. السماعه ما فيهاش اي نوع من انواع العزل بسعر 2500 جنيه النهارده يا جماعه، ده مبلغ كويس قوي انك تجيب بيه سماعه فيها عزل. لكن السماعه دي للاسف ما فيهاش نويز كانسليشن خالص، وبالتالي لو انت في الشارع في اي مكان هتبقى سامع الشارع كله بوضوح، مش هتبقى عارف تسمع التراك بتاعك او الحاجه اللي انت بتسمعها. اللي مستغربه جدا بصراحه وهو ان برده ما فيش سلك جوه العلبه، دي نقطه لازم تاخد بالك منها. الربع اللي فوق بتاع العلبه الجلوسي ده بيلمع واكيد هيتخربش مع الوقت. الصوت بتاعه بصراحه مش احسن حاجه مقارنه بحاجات اللي في الفئه السعريه بتاعتها مثلا زي الانكر الليبرتي 4. والمايك بتاعها برده مش عاجبني. انا هسيب لكم ريكورد دلوقتي او فيديو صغير تسمعوا فيه الكواليتي بتاعت الميكروفون وتقولوا لي رايكم تحت في الكومنتس. طيب دي كده تجربة اننا نتكلم بالمايك بتاع الهواوي فري بادز اس اي 3. اتمنى تكونوا سامعيني بصوت كويس. انا قاعد في مكان يعني فيه عربيات وفيه يعني زحمة ودوشة وهوا وكده، وعلشان نقارنها بصوت مايك كويس احنا ممكن نقارنها بالجالاكسي بادز 3 برو. طيب دي بقى كده تجربة للجالاكسي بادز 3 برو. انا عارف ان السماعة دي سعرها حوالي 7000 جنيه او 6000 جنيه، السماعة دي سعرها بس 2000 ونص، مفيش مقارنة طبعا في السعر، ولكن انا بقارنها لك بحاجة فلاج شيب علشان انت تقدر تحكم بقى السماعة دي حلوة بالنسبة لسعرها ولا لا. وطبعا السماعه دي لانها جايه بالديزاين بتاع الاوبن فيت فهي للاسف ما فيهاش بيز قوي ممكن تعتمد عليه وانت بتسمع التراكس بتاعتك. اخر حاجه حابب اقولها في الكنترولز، ولما تنزل الابلكيشن بتاع هواوي اي اي لايف مش هتلاقي طريقه انك تتحكم في السماعه بالسنجل تاب، اللي هو مثلا انا عايز اعمل بلاي وبوز عن طريق ان اضغط ضغطه واحده على السماعه، مش هتلاقي فيه الفيتشر ديت. هتلاقي دبل تاب وتريبل تاب وتاتش اند هولد، لكن سنجل تاب للاسف مش موجود. فباختصار كده لو عايز رايي في السماعه دي ما انصحكش خالص انك تشتريها، لانها مش بتقدم لا كواليتي صوت ولا كواليتي مايك ولا بتقدم قيمه مقابل سعر طبعا. وبس كده، دي كانت كل حاجه معانا في فيديو النهارده من 5 في السريع. يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب في القناه وتفعلوا الجرس عشان اي فيديو جديد اول ما ينزل يوصل لكم على طول. ونتقابل في الفيديوهات الجايه والى لقاء اخر ان شاء الله. سلام.